السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي أحلى متابعين في الدنيا كلها، يا رب جميعًا تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. تعالوا بقى أقول لكم على تريكات للmakeup تحفة هتعجبكم جدًا إن شاء الله، وفعلًا هتستفيدوا بيها. عارفين الماسكارا بتاعة الحواجب؟ طبعًا الماسكارا دي جميلة جدًا، ثابتة بتفضل ثابتة طول اليوم، لكن مشكلتها إن في ناس كتير وأنا يعني أنا من ضمنهم ما بنعرفش نستخدم الفرشة دي. تعالوا أقول لكم بقى نستخدمها إزاي. عارفين الفرشة بتاعة المصحح اللي هي الفرشة العادية الصغيرة خالص دي، وبتبقى موجود منها أصلًا في الفُرَش المجموعة اللي هي بتبقى مع بعض، بيبقى في برضه اللي هي الرفيّعة دي. هي دي اللي إحنا هنرسم بيها أو اللي إحنا هنستخدمها عشان خاطر نعرف نرسم بيها الحواجب من غير ما نستخدم الفرشة بتاعة الماسكارا. هنبتدي إن إحنا ناخد بس الجل اللي جوّه اللي هو الماسكارا نفسها من غير الفرشة، هنبتدي ناخد منها كده وهنرسم الحاجب. تعالوا أقول لكم بقى نرسمه إزاي الطريقة الصح. هنبتدي إن إحنا نرسم خط كده من تحت على رسمة الحاجب اللي إحنا عايزينها، وبعدين نرسم من فوق هناخد تلتين الحاجب كده ونبتدي إن إحنا نرسم. مش هناخد الخط اللي فوق مش هناخده من قدّام من الأول لأ، هنبتدي ناخده نرجع لورا سِنّة كده وناخده، زي ما أنتم شايفين كده بالضبط، تمام؟ وهنبتدي بعدين ناخد تاني كده من الجل، وبعدين نبتدي هنملى الفراغات. هنبتدي وإحنا بنملى الفراغات نعمل بالفرشة على فوق كده، كأننا بنسرّح الحواجب، بالضبط كده، ومن قدّام هابتدي إن أنا أسرّحها على فوق من غير ما أعمل أي خطوط ولا أي حاجة خالص، عشان تدّيني في الآخر شكل حلو أوي، وتدّيني شكل الحاجب كأن الحاجب شكله طبيعي. ما نعملش خط من قدّام لإن شكلها بيبقى بصراحة صعب أوي، الناس اللي بترسم حواجبها بتتقِّلها من قدّام أوي دي شكلها ما بيبقاش حلو خالص. الصح إن إحنا نخلّي الحاجب من قدّام خفيف ومن ورا تقيل، ده اللي بيخلّي شكل الحاجب حلو. شايفين في الآخر طلع شكله حلو إزاي؟ هي دي الطريقة الصح لرسم الحواجب. عايزين تعرضوه، عايزين ترفّعوه براحتكم، أهم حاجة ما نعملش خط كده من قدّام ونخلّيها يعني تقيلة، ما بتبقاش حلوة. دي كانت أول تركاية كده، ويا رب تكونوا استفدتوا بيها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. تاني حاجة بقى بالنسبة للناس اللي بتستخدم كحل وبيسيح، في ناس بتجيب حاجات غالية وبتسيح برضه. آآ عارفين اللوز باودر؟ هنجيب اللوز باودر أو أي نوع باودر عندِك، عارفين البودرة اللي هي البودرة المائية، ممكن برضه نستخدمها في الفكرة دي. هناخد كده بفرشة أي فرشة عندِك تكون برضه بالشكل ده كده يعني، وهنبتدي نرسم تحت العين على طول. مش هنحط جوه عينينا بس تحت العين بالضبط كده، اللي هو يعني مش هتخلّي الكحل يسيح منِّك نهائي. الطريقة دي أفضل طريقة تخلّي الكحل يفضل ثابت معاكِ طول اليوم. جرّبوا الطريقتين وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وإن شاء الله هتستفيدوا جدًا منها، وفعلًا هتلاقوا فرق جامد أوي معاكم في الشكل في الآخر. آمم قولوا لي رأيكم لإن فعلًا رأيكم يفيدني.